هذا سألني سؤال مليح. أمير تكوين الصحافة الاستقصائية واش من نيفو يطلب في أوروبا؟ أرجو الرد. ورد على صاحبي. باش تدخل في الانفستيغاسيون وفي الصحافة الاستقصائية، أول نيفو لازم يكون عندك هو القلب صحيح، وما تخراش على روحك في أول فيراج، لأنك غادي تدخل في عالم يستحق القلب صحيح. أما إذا كان عندك تكون بروفيسور وتخرى قط وتخرى تحتك كي تشوف كابران ولا كابران شاف، فما عندك ما دير بالدبلوم. فهمتني؟ سيرتو راك سقسيتني على سؤال مهم جدا وفي دومين اللي ما تقدرش عليه، دومين ما تقدرش عليه. تخصص داك تتكلم عليه لازم يكون عندك تاع نحاس. صحيح فهمت؟ طيب فهمتني صاحبي؟ هذيك هي يا سيدهم، هذيك هي، ماشي قضية تاع مستوى ولا مش مستوى. هذاك هو الصح. هاو عطاوك الدبلوم وما تقدرش تخدم به، وما تقدرش تتحرك به، وما تقدرش تتكلم به، وما تقدرش تتنفس به، وما تقدرش تستعمله، وما تقدرش تنشط. ها هو المشكل وراه. الا كان تجيب دبلوم تاع صحفي استقصائي وتقلبها شيتا، الاستقصائيه ما تخدمش الشيتا هاك والاستقصاء هاك ما يتلاقوش. قال لك لا يوجد صحافه استقصائيه في الجزائر. بيان سور ما كاش. با هشام 31 بيان سور ما كاش صحافه استقصائيه. واش انت فهمتي؟ المراسل وما يخدمش خدمته، يخدم الاستقصاء. المراسل غير يقول لها غير باش يصور بلاصه ويرسل هذا التلفزيون باه يوصل لك من عين المكان، ما يقدرش. داك باغي انت الاستقصاء والانكيطو دير لي زانكيطو يا حسره. عيمه مازال زعفانه مني، مازال راهي تحت الصدمه من ذاك العام. من نهار اللي درنا عليها الاستقصاء ذاك العام مازال تحت الصدمه، مازال ما تفطن عيمه. عيمه مازال لها واحد 10 سنين من نهارك باش تفطن. تطلع معايا نعيمة راهي تتفشش. نعيمة راهي تتأنش.